بابا أنا ما أريد أعيش لا وياك ولا ويا ماما، أنا أريد أعيش ويا مهند. عاشت ايدك على فيديوهات التوعية خصوصا روبلكس. اختي كانت تلعبها بايبادي، حذفتها وقلت لها اذا تلعبيها من جديد راح اسحب الجهاز. روبلكس هو مسلسل قصير من اخراج حسن العزاوي وقلم مهيمن المالكي تنفيذا لفكرة علي فاضل. روبلكس احد نتاجات مشروع علي فاضل وال40 مسلسل اللي اعلن عنه قبل فترة ومنح فرص للشباب به. المسلسل يتحدث عن قصة زوجين اثنين يريدون ينفصلون عن بعضهم فيخيرون بنتهم ويا منو تختارين تبقين. وهنا هيد شوت للمتلقي. ما اريد ابقى لا وياك ولا ويا ماما، ابقى ويا مهند. طفلة صغيرة دون سن المراهقة حتى تقول لابوها هيك كلام، شنو ردة فعله؟ المسلسل القصير من بطولة نور ضياء ومهند ستار بمشاركة الشباب محمد رجب وعدنان قاجار المتهم اللي يريد يستغل الطفلة. عمار جمال مديرا للتصوير كما جرت عليه العادة بإشراف عام من مشتاق فاضل. هذا المسلسل لبساطته ومباشرته وسهولته الممتنعة أنصح كل عائلة عراقية عندها طفل أو مراهق بالبيت أن تشوفه قبل لا يوقع الفاس بالراس. وممكن أي سايكو أو بيدوفيلي عمره 100 سنة يستدرج طفل أو طفلة عمرهم 7 إلى 8 سنوات من خلال لعبة إلكترونية نتيجتها أو أي جريمة تشبع غرائز المريضة، وبطريقة تافهة وبسيطة جدا أن يبعث له دعم باللعبة أو ينزلون ماب سوية ويقول للطفل أنا بعمرك حتى الطفل يأمن بيه. خصوصا أن خطورة هاي اللعبة تصعب تتبع اللاعبين، لا اسم حقيقي، لا معلومات دقيقة، لا موقع مباشر، كون مريض نفسي فقط وسوي يوزر فيك وطب واستغل أطفال مثل ما يعجبك. هالمسلسل ذكرني بمسلسل الوان شوت ادولسنز اللي نزل قبل فترة ورئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة فرضت عرضه بكل مدارس الثانوية كوسيلة تربية تعليمية جديدة. تخيلوا الدولة تستعين بالدراما ضمن مناهج الدراسة حتى توعي الأهل والطلاب بخطورة البيئة المحيطة بالأطفال والمراهقين. بعد عرض روبلكس الحكومة العراقية متجهة لحظر ألعاب بوبجي وفورتنايت وروبلكس بعد ما طلعت ريحتهم عالميا، ووزارة الاتصالات تنظر للأمر مثل ما نظرت للمواقع الإباحية نفس الخطورة. ختاما ما راح أقول لكم شفتوا المسلسل لو لا، راح أسألكم عندكم طفل بالبيت يلعب روبلكس لو لا؟